مش هنسيب سنتيمتر مهما عمل ترامب. الكلام دوت طبعا على لسان أحمر جاموسة أحمد سعيد، النكسة المصرية 2025. أحمد سعيد برضو كان سبحان الله الاتنين أحمد يعني وليس لهم من حظ من اسمهم نصيب. المهم، ترامب اللي انت بتقول هتقف قدامه دوت، لو انت هتقف قدامه وبتعد العدة من 13 سنة من وقت الانقلاب، كنت هتبقى عارف ان انت ما تغرقش البلد في الديون. كنت هتبقى عارف ان انت اما تقف قدام ترامب تقول له انا ما اقدرش افرط في سنتيمتر، انا حالف على الدستور والشعب يموتني. انما انت ما عملتش حساب الشعب. يا استاذ احمر جاموسه، انت والاستاذ مصطفى بقره اللي كتب كتاب تخن كده عن سعوديه تيران وصنافير. ترامب هيقول لك نشوف مصطفى بقره يكتب عن ان سينا مش تبع مصر اصلا، وان الفلسطينيين دول اصلهم مصريين واصلهم فراعنه، وايه المشكله ان هم يدخلوا مصر وهي اصلا غزه تاريخيا مش تبعهم. يعني اي حاجتين كده حطهم في ساندوتش وعليهم شويه سلطه، شويه كاتشب مايو وتشيبولي صوص، وخلاص اتفضل حضرتك الساندوتش جاهز، ومعاهم شويه فرايز ودرينك. صح يا ابو حميد؟ ما انتوا فرطتوا يا ابو حميد. هو مش البطل ابو خلفيه عسكريه مفرط في تيران وصنافير قبل كده؟ مش قبليه بطل الحرب والسلام السادات مفرط في ام الرشراش اللي اسمها دلوقتي ايلات شادي يا ابو حميد؟ ما بتقول لهمش ليه يا ابو حميد؟ ليه مخبي على الشعب يا ابو حميد؟ مش البطل ابو خلفيه عسكريه اللي مفرط في النيل؟ طب مش البطل ابو خلفيه عسكريه اللي مهرب الاثار كلها على متحف اسمه اللوفر في الامارات ومش قايل للشعب ده طالع ليس ايجار ولا طالع بيع ولا طالع هبه ولا طالع سلف وشحاته لمده معينه ورجع؟ طب ما قلت لهمش ليه يا ابو حميد انت سايب ليه قناه السويس؟ البطل بتاعك سايب ليه قناه السويس عباره عن ممر مائي؟ ليه مش عاملها اقليم اقتصادي؟ فين يا اخويا الاقليم الاقتصادي؟ مش كنتوا بتتريقوا على محمد مرسي وبتقولوا طائر النهضه؟ فين يا اخويا طائر النهضه بتاعكم؟ وفين الاقليم الاقتصادي واللي كنتوا هاتكين الدنيا بيه؟ والمؤتمر الاقتصادي دخل اول يوم 100 مليار. فين يا اخويا المليارات دي؟ كذابين. الكذب حبل قصير. فين يا حبيبي الصناعة اللي خربتوها؟ هتقف ازاي قدام ترامب وانت عندك شهر 9 الجاي 45 مليار دولار يتسدوا لصندوق النقد اللي كبلتونا بالديون بتاعته؟ انت ما قلتش ليه للشعب؟ مش مفهم ليه الشعب ان انتوا عاملين اتفاقية غاز بعد ما كشكشت حدود شرق المتوسط مع اسرائيل واديتوهم بيرين غاز من حقنا وبقينا نستورد